مرحبا. أنا من طبيعتي وطريقة تفكيري إذا بكون من أهل الجنة يوم القيامة، وهذا بيد رب العالمين، ما بنعرف مين بفوت جنة ومين بفوت جهنم، لكن لو كنت أنا من أهل الجنة ودخلت وشفت شيخ واحد جوا، شيخ عن جد عم بحكي، وكان عندي حرية طلب، تقديم طلب واحد، راح أقدم طلب نقل إلى جهنم، ولا بعيش مع شيخ 5 دقائق، لا بالحياة ولا ما بعد الحياة. فالمسألة فكرية وبتعود لإلي. علما أنا من 5 سنوات 6 سنوات إنسان متدين، أنا إنسان متدين، لكن ليس على نهج المشايخ، ومن أي طائفة كانوا، من طائفتي وانت ماشي. فهاي المقدمة عم سوقها حتى البعض يفهم نظرتي لبيانات أو مواقف تصدر عن رجال دين من طائفتي. طبعا الحديث متعلق بالشيخ غزال غزال، يلي العالم بتفكر اني انا ضد الشيخ غزال غزال، ضده كشخص كرجل كفكر. لا، انا اذا رجل الدين بده يفوتني على الجنة فانا من اهل جهنم وبمنتهى الرضا والتسليم. الشيخ غزال غزال له احترامه وتقديره، وله أيضا احترام المكانة التي يتمتع بها لدى أبناء الطائفة العلوية التي أفخر وبرفع راسي بأني منها، ولكن لست على صراط المشايخ ولو قالوا الصح. أكثر من هذا لا أعتقد يوجد إيضاح وتوضيح أكثر من هذا الكلام. أتلقى رسائل متناقضة، رسائل من فريقين، فريق يطلب مني مهاجمة الشيخ غزال غزال، وفريق يطلب مني إعلان تأييد الشيخ غزال غزال، وأنا لا من هذا الفريق ولا من ذاك. للرجل مكانته واحترامه عندي وعند كل أبناء طائفتي، وكان على الدوام بمثابة مفتي العلويين في السنوات الطويلة الماضية. لا يهمني أي موقف يصدر عن الشيخ غزال غزال، وإذا كان منطقيا أطلب من الطائفة، من كل واعي في هذه الطائفة، الالتزام بما يقوله، وإذا رأيت ما يقوله غير منطقي أطلب من كل أبناء الطائفة عدم الاستجابة له. فهو رجل دين يعمل اليوم في السياسة وله جمهور. قبل يومين 3 أيام ربما كان التصور عندي بأنه لا يتمتع بهذه الشعبية التي تخوله أن يقول ما يقول. تبين عكس ذلك، قال للناس اخرجوا إلى الشوارع، خرجوا عشرات الآلاف، الرقم مقبول كبداية. أما أن أهاجم الشيخ غزال غزال من أجل من؟ الأطراف منهم سنة ومنهم علويون. من أجل من أهاجم الشيخ غزال غزال؟ وما الذي ارتكبه الرجل حتى أهاجمه؟ تحديدا الطرف السني الذي ينتظر مني مهاجمة الشيخ غزال. ما الذي تراه صحيحا وعلى الشيخ غزال غزال أن يقوم به؟ يرى طائفته محرومة، ويرى طائفته مسحوقة، ويراها مظلومة، ويرى المعتقلين وقد طال أمد سجنهم، ويرى الخطف، ويرى سب الطائفة وشتم الطائفة العلوية في الشوارع بلا حسيب وبلا رقيب، ويرى فزعة بدوية متى شاء أبناء العشائر في هذه المنطقة أو تلك،
خرجوا وتتأخر الدولة حتى، أو الأمن العام يتأخر حتى يصحح الموقف. يرى طائفته على فوهة بركان، في أي لحظة ينفجر عليها هذا البركان. ما الذي على الشيخ غزال غزال أن يفعله؟ وهل دعا الشيخ غزال غزال في بيانه الأخير إلى التقسيم؟ لا. هل دعا العلويين للاستنجاد بدول أجنبية؟ لا. هل دعاهم للاستنجاد بإيران؟ لا. هل دعاهم للاستنجاد بدولة عربية؟ لا. قال لهم اخرجوا في اعتصام محترم، في اعتصام يعني فليكن حضاريا. وكان ذلك. لا يستطيع أحد في هذا العالم وفي سوريا وفي السلطة أن يشوب المظاهرات العلوية بشائبة واحدة. مهما فعل ومهما اشتغلت مكانات الكذب لن تستطيع أن تضع حجرا صغيرا في طريق المظاهرات التي خرجت. كانت صافية نقية، وكانت الأهداف والشعارات فيها واضحة وحضارية. ولا تنسوا بأن من خرج في هذه المظاهرات هم العلويون، هذه الطائفة التي أكرر للمرة الألف شهادة البكالوريا لديها بمثابة محو أمية. هذه طائفة لا يمكن أن تقوم بحراك همجي، لا يمكن. اللهم إذا رأى البعض بأن هتاف يا علي مستفز، يعني هذه مشكلة. إذا كان هذا الهتاف مستفز، فالمشكلة في من استفزه هذا الهتاف. وأصلا لا يعبر عن العلويين كعلويين، لا أقول كمسلمين كلنا محمديون. كعلوي بالمسمى لا يعبر عن علوية العلويين إلا اسم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فليس في الأمر مشكلة. فمن يطالبني بمهاجمة الشيخ غزال غزال أدعوه لأن يعلم الشيخ غزال ويعلمني أنا أيضا مع الشيخ غزال ماذا نفعل حيال ظروف تعيشها الطائفة العلوية منذ 10 أشهر 11 شهرا حتى الآن. الطرف الآخر الذي يدعوني لإعلان تأييد للشيخ غزال غزال، يا جماعة قلتها سابقا وكررتها اليوم في مطلع هذا الفيديو، مشكلتي ليست مع الشيخ غزال غزال، مشكلتي مع رجال الدين. مع رجال الدين أينما وجدوا، أينما انتشروا، أينما تحدثوا، أينما مشوا، أينما قالوا، أينما ناموا. أنا لدي مشكلة مع رجال الدين أيا يكونوا، ولو كانوا على حق. الصراط الذي أمضي به صراط ديني منذ 5-6 سنوات تقريبا، ولكن دون وسيلة اتصال بيني وبين رب العالمين، بل هي علاقة مباشرة بيني وبين ربي، والأمر منتهي. وقلتها وأكرر، والله لو أني دخلت الجنة ورأيت شيخا وكان لي حرية اختيار أو تقديم طلب لقدمت طلب نقل إلى جهنم، ولن أعيش مع أي شيخ ولو كان أبي. فقط لا أؤيد شخصا ولا أعارض الشخص لشخصه، أؤيد برنامج عمل أو أرفض برنامج عمل. والسلام على الشرفاء.